السلام عليكم، ازيكم يا شباب طلاب الصف الاول اعدادي؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله جايين ليكم في درس جديد، والدرس الثالث من الجبر وهو التقسيم التناسبي. الدرس ده جميل وممكن تستخدمه اصلا في حياتك العمليه. طيب تعالى الاول نعرف يعني ايه كلمه تقسيم تناسبي، او يعني ايه كلمه التقسيم اصلا بمعنى صح في التناسب. كلمه التقسيم التناسبي هو تقسيم شيء، يعني شيء مال، ارض، كتله، اي حاجه انت عاوز تقسمها الى جزئين او اكتر من جزئين، ممكن 3 اجزاء 4 اجزاء على حسب ما انت عايز، بنسبه معلومه. يعني ايه؟ يعني مش لازم مثلا لما اجي اقسم الحاجه بين الاثنين مش لازم بالنص كل واحد ياخد قد بعض، لا، ممكن ادي ده 2 بنسبه 2 الى 3، او مثلا 1 الى 2 على حسب ما انا عايز اوزع النسبه. طيب ويستخدم التقسيم التناسبي في ايه؟ في العديد من التطبيقات الحياتيه، زي مين مثلا؟ قلنا تقسيم الارباح. لو مثلا في كذا حد داخلين مع بعض الشركه وعاوزين اخر السنه يقسموا الارباح بتاعت الشركه اللي طلعت، بيتقسم على حسب كل واحد ونصيبه في الشركه. تاني حاجه الميراث، ودي من الحاجات المهمه جدا. وفي حاجات تانيه كتير بنستخدم فيها التقسيم الايه؟ التناسبي. طب تعالوا كده مع بعض في مثال سريع كده. بيقول لك يريد رجل تقسيم مبلغ 1200 جنيه بين شخصين بنسبة 2 إلى 1، فما نصيب كل منهما؟ بصوا يا شباب، لما باجي أقسم خلي بالك إن في التقسيم التناسبي في عندي 3 أفكار، يا بجيب حاجة اسمها المجموع، يا بجيب حاجة اسمها الفرق، يا إما ولا بجيب مجموع ولا فرق بشتغل على طول. طب امتى بجيب المجموع؟ لما اجي اقول لك انا في حاجه عاوز اقسمها على كذا شخص وما قلتش ممكن ادي الشخص الاولاني كذا او الشخص الثاني كذا، او مثلا في زياده او في فرق، طالما ما ذكرتش الكلمات دي انا خدت المبلغ قسمته. او مثلا مدرسه عدد طلابها كذا، عاوزين نعرف البنين قد ايه والبنات قد ايه، او مثلا مثلث محيطه. كل الكلمات دي بتدل على ان هجيب مجموع. طب تعالى نشوف كده قال لك ايه. يريد رجل تقسيم مبلغ 1200 جنيه بين شخصين بنسبة 2 إلى 1، فما نصيب كل منهما؟ هنقول له الأول إلى الثاني إلى المجموع. الصف اللي فوق الأولاني ده صف النسب، يعني صف النسب يعني بكتب في النسب بتاعتي. هو راجل ما قالش مين هياخد الاثنين ومين ياخد واحد، فأنت عادي الأول ب2 والثاني ب1. طب المجموع مجموع من ال 1200؟ لا، مجموع النسب الاول، عشان في طلبه كتير اهو بتغلط في حته المجموع يحط لي المبلغ، يقول لي يا مستر ما فيش حاجه احطها تاني تحت. يا حبيبي المجموع بيبقى مجموع النسب، 2 زائد 1 3. طب ال 1200 ده المبلغ كله، يعني ده المجموع بتاع الفلوس بقى، الفلوس كلها معايا 1200. طب الاولاني كام؟ نصيبه من الفلوس ما اعرفش. طب الثاني ما اعرفش، يبقى هنا اكس وهنا واي. طب تعالى نجيب الاكس وتعالى نجيب الواي. الاكس هتساوي 2 في 1200 على 3، 2 في 1200 على 3. طيب هنعملها على الآلة هتطلع ب 800، ده نصيب الأول. نصيب الثاني هيساوي 1 في 1200 على 3، ولو في خطأ في الحسابات عادي انت ممكن تتداركها بالآلة مفيش مشكلة، هيطلع ب 400. طب السؤال اللي بعده، طيب لو انا عايز اقسم بين 3 اشخاص فيها مشكله ولا عادي؟ مشكله ولا اي حاجه خالص. هنا قال لك ايه؟ قسموا مبلغ 108 جنيهات، برضه هنا المبلغ هقسمه. طب هل انا قلت الاول هياخد كذا؟ طب الثاني ممكن ياخد كذا؟ لا، انا كل اللي مديلك نسب، ما اعرفش ده كام وده كام. بين 3 اشخاص بنسبه 2 الى 3 الى 4، برضه نفس الموضوع، هنقول له الاول الى الثاني الى الثالث إلى المجموع. طب النسب الأول 2 إلى 3 إلى 4، المجموع هنجمع النسب دي كلها، 2 و3 5، 5 و4 9. طيب هنا أنا معرفش الأول بكام هياخد كام، ولا التاني ولا التالت، بس عارف المجموع بتاع الفلوس كلها عارفه بكام؟ كام؟ 108. طب تعالى نجيب نصيب كل شخصية من الموضوع ده. الاكس هيساوي 2 في 108 على 9، 2 في 108 على 9. طيب هيطلع
معلش للأسف على الغلطة في الكتابة. 2 في 108 على 9 هيطلع ب24. بعد كده الواي 3 في 108 على 9 هيطلع ب36. الزد ده زد معلش هيطلع 3 أو 4 آسف في 108 على 9 هيطلع ب48. طبعا جنيه في كل حاجة، ده نصيب كل شخص. تمام؟ طب تعالى معايا على المسألة الثانية. قال لك قطعة أرض مقسمة بين أخين بنسبة 3 إلى 5، فإذا كان نصيب الأخ الأكبر يزيد عن نصيب الأخ الأصغر. هنا في كلمة يزيد، بص بقى، بيجي لك كلمة يزيد، يجي لك كلمة الفرق، يجي لك كلمة ينقص. كل الكلمات دي ما بجيبش مجموع، بجيب فرق. طيب يعني إيه؟ يعني هنا هنقول له مثلا الأكبر إلى الأصغر، إلى مين بقى الخطوة الثالثة؟ إلى الفرق. طيب خلي بالك هنا أنا محدد النسب. الأكبر يبقى الأكبر ياخد نسبة كام؟ 5 والأصغر 3. طب الفرق هجمعهم عشان في ناس بتروح كاتبه لي فوق الفرق وجمع مش عارف ازاي يعني. الفرق هنطرح 5 ناقص 3 2. طب هو قال لك اصلا مقدار الزياده ده كان قد ايه؟ كان 20 متر مربع، يبقى تحت الفرق ارجع احط 20. هنا اكس، هنا واي. تعال نجيب نصيب كل شخصيه. الاكس 5 في 20 على 2 هيطلع ب50 متر مربع. الواي 3 في 20 على 2 هيطلع ب30 متر مربع. طب انا كده جبت نصيب كل شخص. رجع لك ايه؟ وعاوز مساحه الارض. ايه مساحه الارض دي؟ ما هو مجموع الجزئين يا عم، ما هو ده نصيب الاولاني وده نصيب الثاني. يبقى مساحه الارض عباره عن 50 زائد 30 يبقى 80 متر مربع. طب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. قال لك اشترك 3 اشخاص في مشروع تجاري بنسبة 3 ل 4 ل 5، فكان بص كده بقى هنا نصيب الأول. أنا مديك شخصية منهم، مديك فلوسها. نصيب الأول من الأرباح 15000 جنيه. احسب نصيب كل من الثاني والثالث. يبقى هنا ولا هنجيب فرق ولا هنجيب مجموع، لأن الفلوس اللي عندي دي فلوس الشخص الأولاني. طب هتعمل إيه؟ هنقول له برضه هنا الأول إلى الثاني إلى الثالث، ومش هجيب المجموع يا حمادة عشان أنا مديك فلوس شخصية منهم. طيب هنقول النسب 3 إلى 4 إلى 5. مديك نصيب الأول كام؟ 15000. جميل جدا. وهنا إكس وهنا واي. طب أنا عايز الإكس، ما تجيبها يا عم، هو حد هيشك؟ أهو هنجيب الإكس 4 في 15000 على 3 يبقى ده كده ب20000. ده نصيب الشخصية ايه التانية. طب نصيب التالت هنقول له 5 في 15000 على 3 هتطلع ب25000. ده كان نصيب الشخص التالت. يبقى انا دلوقتي اشتغلت معاك على ال3 افكار: المجموع، الفرق، الشخصية لما يكون مديك شخصية منهم ولا بجيب مجموع ولا بجيب فرق. طب معايا كده المثال اللي جاي. المثال ده حلو جدا جدا جدا، عشان هو هنا مش مديك النسبة صريحة وهنا لاعب في الألفاظ. قايل لك إيه؟ يتقاضى محمد ضعف ما يتقاضاه باسم. لما يجي لك كلمة ضعف اعمل ستوب. الأولاني 2 والتاني 1. طب لو جالك كلمة نصف الأولاني 1 والتاني 2. بس كده. فإذا كان مجموع، راجل محترم هنا جايبها لك صريحة، يعني أنا عايز المجموع يا عبد السلام، مجموع أجريهما 21000 جنيه. طيب فما أجر كل واحد منهما؟ يبقى هنقول له هنا محمد إلى باسم
إلى المجموع. طب هو قايل لك محمد ضعف باسم، يبقى محمد قلنا ب2 وباسم ب1، المجموع بتاع النسب ب3. طب المبلغ كله 21,000 جنيه. يا بختك يا محمد انت باسم باكس وايه؟ وواي. طب هنجيب الاكس ونجيب الواي اهو. الاكس هيساوي 2 في 21,000 على 3، 2 21,000 على 3 هنعملها على الآلة هتطلع لك ب 14,000 جنيه. طيب هنجيب الواي برضه اهو، 1 في 21,000 على 3 هتطلع ب 7,000 جنيه. طيب دول كده 4 اصفار، احنا خلينا باسم ياخد 70,000، ده باسم هيزغرط والله. يبقى هنا 21,000 وهنا 7,000، يعني محمد هياخد 14,000 وباسم هياخد 7,000. فيها مشكلة كده؟ خلي بالك قلنا من كلمة الضعف والنصف. طب تعالى معايا على مثال تاني. هنا برضه اهو عشان مثال النص برضه الناس تخلي بالها. قال لك اشتركت سلوى ونجوى في مشروع تجاري واتفقتا أن يكون نصيب سلوى نصف نصيب نجوى، يبقى سلوى 1 ونجوى 2 من المكسب أو الخسارة. فإذا ربح المشروع، كلمة ربح أو خسارة بجيب مجموع، ربح أو خسارة بجيب مجموع. ليه؟ هو مش المقصد بكلمة الخسارة يعني طرف، الخسارة يعني هما الاتنين برضو مشتركين فيها، الاتنين هيشيلوا الخسارة بنفس النسبة والاتنين هيشيلوا المكسب بنفس الايه؟ النسبة. فالخسارة أو المكسب أنا بجيب المجموع. طب تعالى نكتب الأشخاص. سلوى إلى نجوى، أيا كان اللي هتبتدي بيه، المهم أنت عارف نسبة كل واحدة. سلوى 1 ونجوى 2، وما تنساش تجيب المجموع. هنجمع النسبتين يبقى 3، هنا اكس وهنا واي. طيب وهنا المجموع بتاعي اللي هو بتاع الربح 6,300. عاوزين نجيب الاكس وعاوزين نجيب الواي. هنجيب الاكس 1 في 6,300 على 3. طيب هنعملها على الآلة، ادي هنا 0 1 2 يبقى 2100. ده كده نصيب الاكس بتاع سلوى. طيب وبعد كده الواي، مش الاكس بتاع سلوى يعني رمز الاكس اللي هو السلوى. طيب 2 في 6,300 على 3. طيب طبعا احنا قلنا 6,300 على 3 ب 2100، هنضربها في 2 يبقى 4,200. ده اللي هو على النصف، طبعا كنا واخدين قبلها الضعف. طب تعالى معايا كده على المثال الأخير اللي هو بتاع الشركة 3 أشخاص في مشروع تجاري. دفع الأول 250,000 جنيه ودفع الثاني 200,000 جنيه ودفع الثالث 300,000 جنيه، وفي نهاية العام بلغ ربح المشروع 150,000 جنيه. يحسب نصيب كل منهما من الربح. احنا قلنا كلمة ربح أنا بجيب مجموعة، يبقى نقول الأول إلى الثاني إلى الثالث، وما انساش أحط المجموع. دفع الأول بص كده 250,000، ما تفكهاش سيبها زي ما هي 250 وادي ال1000. فدفع التاني 200,000 برضه ما تفكهاش. خليك وأنت بتقرا كده ملاحظ المسألة كلها ألوف زي بعض، نفس كلمة الألوف. فدفع الثالث 300,000 أهو. طب المجموع كان الربح 150,000. لا نأسف، المجموع طبعا اللي هو أنا هجيب مجموع دول. أنا وقعت في الغلطة اللي أنت وقعت فيها. المجموع هجيب مجموع دول الأول، بس قبل ما أجيب المجموع تعالى الأول إيه؟ نخفف المسألة كده. هنا 250,000 وهنا 200,000 وهنا 300,000. طبعا كلمة 1000 خدها معاك ما تفكش، قلنا أهي. يبقى نقول له 250 زائد 200 زائد 300، 250 و200 يبقى 450 و300 يبقى 750. ممكن برضو نعمل فكرة حلوة، شيل صفار، شيل صفر مع صفر مع صفر، خف عن نفسك المسألة شوية. يبقى هنا
25 و20 و30. وطبعا كلمة 1000 برضه ممكن نختصرها اهي، يبقى 25 زائد 20 زائد 30. واحد يقول لي يا مستر طب ما انا برضه ممكن قبل ما اجمع اقسم على الخمسه، مفيش مشكله براحتك، تعالى نقسم. طب ما قسمتش وجمعت على طول برضه صح. 25 على 5 فيها الخمسه، 20 على 5 فيها الاربعه، 30 على 5 فيها السته. اجمع 5 و4 9، 9 و6 15، يبقى المجموع 15 وهم كسبوا 150. هنا بقى لازم نفكها 150,000 و150 ونحط ال1000 3 اصفار اهو. هنا اكس هنا واي هنا زد، وتشتغل بقى المساله وتجيب الاكس والواي والايه والزد. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض درس التقسيم التناسبي ووصلنا مع بعض الدرس الثالث، واشوفكم ان شاء الله على خير في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.